لو سألتك وقلت لك يا ترى السرطان بيجي منين؟ هل من الموبايل اللي في ايدينا دلوقتي؟ ولا من الأكل اللي بنبلعه كل يوم؟ ولا من التلوث اللي حوالينا في كل حتة؟ ساعتها بس هتكتشف إن الكل بيتكلم بس محدش عارف الحقيقة. طيب خد المفاجأة دي. السرطان مش مرض جديد اكتشفناه امبارح، لا ده موجود من آلاف السنين. بس تعرف ايه اللي كان غريب فيه زمان؟ إنه كان نادر جدا لدرجة إن العلماء لما درسوا الهياكل العظمية القديمة اكتشفوا إنه تقريبا ما كانش موجود أصلا. الناس زمان كانوا بيموتوا بأمراض تانية كتير، بس السرطان ده كان عامل زي الشبح اللي محدش بيشوفه. قبل ما نكمل الفيديو حابب أعرفك بنفسي. أنا شنودة نعيم، وعملت القناة دي مخصوص علشان أساعدك علشان تعرف أي حاجة أنت مش عارفها. اكتب تعليق باللي عاوز تعرفه وهنعمل فيديو مخصوص علشان نجاوبك بيه. ويلا بينا خلينا نكمل الفيديو مع بعض. وبداية الفيديو بتاعنا هي سؤال: يا ترى ايه اللي اتغير دلوقتي عن زمان بالنسبة لموضوع السرطان؟ ببساطة شديدة احنا اللي اتغيرنا. زمان كان الإنسان بيعيش في بيئة أقرب للطبيعة، أكل طبيعي وهواء نقي وحركة مستمرة. لكن النهاردة حياتنا اتقلبت رأسا على عقب. من أول الهواء اللي بنتنفسه واللي بقى مليان دخان سيارات ومصانع ومواد كيميائية غريبة، لحد الشامبو اللي بنغسل بيه شعرنا الصبح والغسول اللي بنستخدمه لبشرتنا وحتى مزيل العرق اللي بنحطه يوميا. كل ده بقى مليان مواد مسرطنة، مواد المفروض جسمك ما يشوفهاش ولا يعرف عنها حاجة، لكنها بتدخل جوه جسمك كل يوم وبكل براءة وانت مش واخد بالك. جسمك عمال يتعرض لهجمات كيميائية صغيرة في كل لحظة، ودي بتفضل تتراكم جوه خلاياك لحد ما تسبب المشكلة الكبيرة. وانت عايش في سموم في كل مكان، من أكلك ومن شربك وحتى المكان اللي انت عايش فيه. طيب هل كنت تعرف إن في مواد بتسبب السرطان داخلة في تصنيع حاجات كتير من اللي حوالينا؟ هل تتخيل إنها موجودة في المعلبات اللي بنشتريها من السوبر ماركت وبنفتكر إنها أكل صحي وسريع؟ ولا لو قلت لك إنها موجودة في الهدوم اللي بنلبسها، خصوصا الأقمشة الصناعية والألوان الكيميائية؟ وممكن كمان تكون موجودة في مستحضرات التجميل اللي بنستخدمها كل يوم علشان نظهر بأحسن شكل، زي الميك اب ومانيكير الضوافر وبعض أنواع الكريمات. والصدمة الأكبر هي إن في شركات كتير عارفة الكلام ده وساكتة، عارفة إن منتجاتها فيها مواد ممكن تضر صحتك على المدى الطويل، ومع ذلك بتفضل تستخدمها علشان تكاليف الإنتاج الأقل أو علشان تدي المنتج شكل جذاب أو عمر افتراضي أطول. وصحتك للأسف هي آخر حاجة بيفكروا فيها. بس الأخطر من كل المواد الكيماوية دي هي العادات اليومية اللي بنعملها وإحنا فاكرينها طبيعية وعادية، لكنها في الحقيقة بتفتح الباب على مصراعيه للسرطان علشان يجي يستلم جسمك ويدمر خلاياك بكل هدوء. والعادات دي عاملة زي العدو الخفي اللي بيشتغل في صمت وبيجهز أرض المعركة للسرطان. تعالوا بينا نشوف أمثلة للعادات اللي بنعملها واللي بتقتلنا بالبطيء. وأول العادات دي هي تسخين الأكل في أطباق بلاستيك، ودي كارثة بكل المقاييس. لما بتسخن الأكل في أطباق أو علب بلاستيك، البلاستيك ده بيطلع مواد كيميائية خطيرة زي المادة البي بي اي اللي بتتسرب للأكل بتاعك. المواد دي بتعمل لخبطة في هرمونات الجسم وممكن تزود خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. والمفروض والأفضل ليك إنك تستخدم أطباق إزاز أو سيراميك لتسخين الأكل. وكمان في سبب من الأسباب وهو السهر والضغط العصبي المزمن. حياتنا كلها بقت ضغط وتوتر من الشغل أو من البيت أو حتى من المشاكل اليومية. السهر وقلة النوم مش بس بيتعبوك، دول بيدمروا جهاز المناعة بتاعك لما جسمك بيكون مرهق وتحت ضغط مستمر. وكمان ده بيخلي الجسم يقلل إنتاجه للخلايا اللي بتحارب الأمراض، وكمان بتزود الالتهابات في الجسم. وده بيعتبر بيئة خصبة لنمو الخلايا السرطانية. فحاول إنك تنظم نومك وتهتم براحتك النفسية. وكمان سبب من الأسباب اللي بتعرض الإنسان للسرطان وهو الأكل المعالج والمقلي بزيادة عن اللزوم زي الشيبسي والأكل المعلب واللحوم المصنعة زي اللانشون والبسطرمة. كل دي أكلات مليانة مواد حافظة وألوان صناعية ومحسنات طعم وسكر ودهون مهدرجة. فلما بنقلي الأكل ده خاصة البطاطس والمقليات بنكون مادة اسمها الأكريلاميد، ودي مادة مسرطنة معروفة. فحاول إنك تقلل من الأكل ده أو تستبدله بالخضروات والفاكهة والأكل الطازة. وسبب كمان من أسباب السرطان هو إدمان الكافيين والسكر. وأنا هنا مش بتكلم عن كوباية القهوة بتاعت الصبح، أنا بتكلم عن الإفراط في تناول الكافيين على مدار اليوم، وعن السكر اللي دخل في كل حاجة بناكلها وبنشربها، من العصائر المعلبة للزبادي المنكه للحليب المحلى. السكر بيغذي الخلايا السرطانية وبيعمل التهابات في الجسم، وبيعمل كمان مقاومة للأنسولين، وكل ده بيكون بيئة مثالية لنمو الأمراض. فقلل السكر والمشروبات الغازية علشان جسمك هيكون قوي لو أنت ساعدت. أنا مش بطلب منك إنك تخاف من كل حاجة حواليك وتعيش في رعب من الأكل والهواء، بس لازم تعرف وتتأكد إن السرطان ده مش صدفة ولا بيجي من فراغ، إنما هو نتيجة تراكمات وحاجات غلط بنعملها كل يوم أو بنتعرض لها غصب عننا. ربنا خلق لجسمنا نظام دفاعي جبار وقوي لدرجة إنه يقدر يواجه أي مرض ويصلح أي خلل بيحصل في الخلايا، بس لو إحنا ما ساعدناهوش وما وفرناش ليه البيئة المناسبة علشان يقوم بوظيفته دي، فللأسف هيستسلم وهتظهر الأمراض. خليك عارف إن جسمك ده أمانة عندك ومسؤوليتك إنك تحافظ عليه. فكر معايا كده بصوت عالي، إيه أكتر عادة في يومك ما كنتش عارف إنها بتضرك وكنت متعود عليها لدرجة إنك مش شايفها مشكلة أصلا؟ يلا بينا اكتبها في الكومنتات تحت، ويمكن تكون معلومتك البسيطة دي تفيد حد غيرك وتنقذه. لحد هنا نبقى وصلنا لنهاية الفيديو، فما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، ولو عندك سؤال اكتبه في التعليقات وهنعمل له فيديو مخصوص. مع السلامة.